بامكن تشيز كيك أو تشيز كيك القرع أو اليقطين، نوع من أنواع الحلويات اللي ليه مزاج كده معين في الأكل بتاعه. استكمالا لوصفات الخريف واستكمالا لوصفات القرع أو اليقطين اللي كنا بنحضرها مع بعض، كمان هنحضر وصفة النهاردة. مين مننا بيحبش التشيز كيك؟ فتخيلوا بقى كده نعمل ميكس مع القرع، حاجة بجد رهيبة، طعمها حلو جدا جدا. قطعة كده واحدة منها بتدوب في البق على طول، وبتبقي مش قادرة توقفي ولازم تخلصي كل القطعة اللي قدامك. هنحضرها بطريقة بسيطة جدا وسهلة، ما فيهاش أي حاجة، وبتخلص معاكي في وقت قصير جدا. لازم تاكليها جنب فنجان القهوة، طعمها بيبقى بجد رائع. هنحضرها النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة جدا. بس لأول مرة بتشوفيني أنا رحيب، ما تنسيش تعملي سبسكرايب ولايك وشير وتفعلي الجرس عشان يوصل لك كل جديد بقدمه. أول حاجة هنحضرها مع بعض هي طبقة البسكوت أو البيز بتاع الصينية. معايا 300 جرام من البسكوت السادة، أي نوع بسكوت شاي سادة عندك تقدري تستخدميه في وصفة النهاردة. كمان هستخدم الكبة لأن أنا محتاجة أطحن البسكوت طحن ناعم. لو ما عندكيش كبة تقدري تستخدمي المطحنة، أو كمان ممكن تحطي البسكوت في كيس وتدقي عليه جامد بحيث إن هو يتفرم معاكي أو يتطحن معاكي طحن ناعم. ضفت كمان نص معلقة صغيرة من القرفة، وكان عندي كده كام وحداية من الجوز أو عين الجمل. دي مش خطوة أساسي، دي خطوة اختياري، يعني لو ما عندكيش تقدري تستغني عنها. بعد كده هبتدي بقى أطحن البسكوت طحن ناعم جدا، ومن وقت للتاني كده قلبي البسكوت لأن أوقات كتير بيبقى فيه قطع كبيرة من البسكوت، وارجعي برضو اطحنيه مرة كمان. بعد كده هضيف 130 جرام من الزبدة السايلة اللي هي تقريبا كوباية إلا ربع من الزبدة، وارجع كده أطحن البسكوت تاني بحيث إن هو يتغلف كويس جدا بالزبدة. همسك بقى شوية كده من البسكوت وأضغط عليهم جامد بإيدي، لو اتشكل معايا يبقى تمام، لو لسه مفرول يبقى هو محتاج معلقة أو اتنين من الزبدة السايلة. بالنسبة بقى للصينية اللي أنا هستخدمها، صينية مقاس 27. هستخدم كمان صينية مخصوصة للطارت اللي هي بتتفتح من تحت علشان تسهل عليا أطلعها من الصينية. ممكن كمان لو عندك صينية التشيز كيك اللي بتتفتح من الجنب ممكن كمان تستخدميها. هبتدي بقى أضيف كل كمية البسكوت وأضغط عليه كويس جدا، سواء بقى بالمعلقة أو بإيدي أو بظهر كوباية. المهم ان انت تساوي طبقة البسكوت كويس جدا علشان تبقى كلها سوا واحد، وتضغطي كمان من الجوانب علشان تاخدي الشيب بتاع الصينية. هحطها بقى في التلاجة لحد ما احضر الطبقة التانية. طبق كبير ضفت فيه نص كوباية من السكر الأبيض ونص كوباية من السكر البني، وتقدري تستبدلي السكر البني بسكر أبيض، يعني ممكن المجمل كده بتاع السكر يكون كوباية وربع. بعد كده ضفت معلقتين كبار من الدقيق. الدقيق هيساعد على ان الطبقة التانية تكون متماسكة. بالنسبة بقى للمنكهات ضفت معلقة صغيرة من القرفة المطحونة، ونص معلقة صغيرة من جوز الطيب المطحونة، وكمان ضفت ربع معلقة صغيرة من الجنزبيل المطحون، بيخلوا الطعم والريحة حلوة جدا. كنت ناسية كمان ربع معلقة صغيرة من الملح، ما تنسوهاش لأن هي بتظبط الطعم كويس قوي. قلبتهم بقى وهسيبهم على جنب لحد ما نحضر المكونات السائلة. طبق كبير ضفت فيه 3 حبات من البيض ومعلقة صغيرة من الفانيليا السايلة أو البودر، بس يفضل تكون السائلة علشان طعمها وريحتها بتكون قوية جدا. هخفق بقى البيض بالويسك كده لمدة دقيقة واحدة بس. أنا مش محتاجة أدخل هوا في البيض خالص، بالعكس أنا عاوزة الطبقة اللي فوق تكون متماسكة، يعني مش عاوزاها تكون خفيفة ولا هشة خالص. بعد كده معايا 200 جرام من الجبنة الكريمي، أي نوع جبنة كريمي بتحبيها تقدري تضيفيها، يعني حوالي كده علبة صغيرة من الجبنة الكريمي. قلبت كويس بقى الجبنة كده مع البيض بحيث ان القوام يكون كريمي بنفس الشكل ده. وبعد كده هضيف كوبايتين كبار من بيوريه اليقطين اللي كنت محضراه معاكي قبل كده في فيديو كيكة اليقطين، هسيبلك اللينك تحت الفيديو، في طريقتين لتسوية اليقطين. وهقلب بقى كويس كده المكونات ديت. كده تمام جدا القوام. هاخد بقى المكونات السائلة وأضيفها على المكونات الجافة، وابتدي بقى أقلب كده من تحت لفوق لحد كده ما كل المكونات ديت تمتزج مع بعض كويس جدا. كده بالنسبة لي خلاص الخليط بقى جاهز، وهو دوت القوام بتاعه. هطلع بقى الصينية بتاعتي من التلاجة وابتدي بقى أضيف عليها الخليط. كده خلاص الصينية بتاعتي بقت جاهزة. ممكن تاخدي الصينية ديت وتحطيها في صينية تانية أكبر تكون ألمنيوم علشان توزع الحرارة، وممكن لأ. هتدخل الفرن على درجة حرارة 170 على الرف اللي في النص. قعدت معايا بالظبط من 35 ل 40 دقيقة. تقدري كده تشوفيها بعد حوالي 30 دقيقة أو 35 دقيقة وتهزيها
لو لقيتيها طرية معاكي يبقى لسه محتاجة تستنى في الفرن، لقيتيها متماسكة معاكي يبقى خلاص ممكن تشغلي الشواية دقيقة وبعد كده تطلعيها من الفرن، تسيبيها في المطبخ تهدى شوية وبعد كده شيليها في التلاجة لمدة ساعة كاملة، علشان خاطر طبقة البسكوت تكون متماسكة والطبقة بتاعة الكيك اللي فوق كمان تكون متماسكة. بصي هتلاقيها بتطلع معاكي بمنتهى السهولة. بصي كمان شكلها مظبوط ازاي، حلوة جدا جدا ولونها كمان حلو قوي. نبتدي بقى دلوقتي نقطعها ونقدمها. بصي بقى مظبوطة ازاي، بتطلع معاكي بالمسطرة مظبوطة جدا جدا، ارتفاعها كمان مظبوط وحلو جدا. مش قادرة اقولك بقى بصراحة ريحتها اثناء التسوية بتاعتها كانت عاملة ازاي. انا حبيت اقطعها قدامك قبل ما ازينها علشان تشوفيها كده من فوق وتشوفيها من جوه، بس انا بعد كده زينتها بسكر بودر، ممكن من غير سكر وممكن كمان تزينيها بصوص الكراميل يعني اللي انتي بتحبيه. لازم تاكليها جنب فنجان القهوة، لازم، طعمها بجد بيبقى رائع حلو جدا جدا. بصي الطبقتين متماسكين، مفيش ولا طبقة فصلت عن التانية، طبقة البسكوت متماسكة ما فرولتش مننا ولا أي حاجة، وطبقة الكيك كمان متماسكة ومظبوطة جدا. وبس كده خلاص وصفة النهاردة خلصت. أتمنى إن الوصفة تكون سهلة وبسيطة عليكي، مستنية رأيك فيها. الفيديو كمان لو عجبك ما تنسيش تعملي لايك، وبألف هنا وشفا، وأشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد.